انت باش تروح تخمم في روحك، يعني تخمم في السياده الجزائريه وغير ذلك. انا نعاود نقول لك، الجزائر ما تتحكمش في اداره المخيمات. الجزائر ما تتحكمش في اداره المخيمات. اللي قالها توتو، انا كنت ظنيت واش هاد توتو خرج عن الخط. كنت كنظن ان توتو دار واحد الكارثه ودار واحد الخطا قد يعاقب عليه. انا توتو من وراء هاد اللايف هذا غادي ينزلوا عليه. ولكن راه الا كتعرف بان التشكيك في الجمهوريه العربيه الصحراويه داخل الجزائر يعتبر مما يخرجك ويدخلك في خانه الخيانه. تحياتي ياسر الغزال. ويلي زعما كاع غزال، كاع وصلنا حتى للغزال، زعما زوين زعما. قال النهار ما يعايروا فينا قصير طويل، ها دير نضادار النيف العينين اللحيه. ويجي واحد كيقول لك ياسر الغزال، اسيدي راه عينيك اللي غزالين نعماس، الله يحفظك. راه تكبر ليا المعنويات دابا، غادي نجبد المشحاط دابا جا ما زكاني. ياسر شايل سيفو يا عمي، راك زين، الله يزين ايامك العزيز. غادي يزوجوك ياك، واخا سي، واللي في الدار اش نديرو معاه. ما عليناش. هاد الناس هادو وصلنا لدرجة انهم يؤمنون بان السيادة لهاد الناس هاد. السيادة لهاد الناس. انا جزائري واحد يطلع ويقنعني بان لا سيادة لهذا الرجل داخل الجزائر، ما يقدر يقنعك حتى واحد. شوف، وفي اطار الحملة اللي انا، وفي اطار هاد الكريتيك هذا لا حياتي يا سلمى، وفي اطار هاد الكريتيك هذا على ولد دماحه، خرج لينا واحد بولفخاض مهندس ديال الفخاض. المهم الا ما عرفتش انا، المهم مهندس ديال الفخاض، المهم مهندس، ملي قالنا مهندس ملي جينا نشوفو لقينا كيهضر على فخاضو. المهم ما عليناش. هذا المهندس ديال الفخاض اليوم عاوتاني جا قال لك راه قد اوجعكم ولد دماحه. نعم، هذاك هو المهندس ديال الفخاض. قال لك لقد اوجعكم ولد دماحه. واخا يقدر يكون اوجعنا ولد دماحه. ومن هنا نقول لكم دخلوا قلبوا على الفيديو اللي درنا احنا في القناه ديال اليوتيوب، واش باقي غتلقاوه ولا لا. ماشي الفيديو ديالنا احنا، الفيديو اللي كان عند ولد دماحه، ودرنا عليه واحد الكريتيك ودرنا عليه واحد التحليل وجبنا المرافق اللي كان معاه. انا نتمنى تدخلوا تقلبوا، ما ربنا نكون خاطئ، ما ربنا نكون خاطئ، لان انا ما بقيتش لقيته. اذا هنا السؤال، علاش تمسح هذاك الفيديو؟ ديجا كتقول لك طار الفيديو لا وجود له. لا، شوف، احنا عرفناه موجود عند الاصدقاء. رحمه، الفيديو طار من القناه ديال ولد دماحه. ولد دماحه يقوم بمسح الفيديو. هذا ان دل على شيء يدل على ماذا؟ يدل على انه اهانهم في عقر دارهم. يدل على ان هذه اللايفات ضربات لولد دماحه، الخرجه ديالو كامله في زيرو، ولكن الفيديو باقي عندنا. ودابا ملي غيجي ولد دماحه غيرجع مثلا لفرنسا او شيء من هذا القبيل، وغادي يبدا يطلع وغيبدا يقول لكم عاوتاني لماذا الجزائر، لماذا الصحراء قبل 1975، نقولوا لي لماذا الفيديو بعث ومسح في 1924 ولا 2024. انا كنعطي للاخوان باش دوك الاخوان مثلا اللي كيطلعوا عندي، ودوك الاخوان اللي عزيز عليهم يطلعوا لديك المنصه كحلتيها عليه. نعم، الفيديو اللي خرج فيه تيقول مع المرافق ديالو
بأنكم انظروا إلى الترقيم وانظروا إلى المؤسسات التي نقربها من المواطن. هذا راه مابقاش لاجئ، راه ولا مواطن. الحمرة يا البعرة، وتتكلمون عن اللجوء وتتكلموا لنا على السلاح، تكلموا على اللجوء وتكلموا على الدرك، تكلموا على اللجوء وتكلموا على الجيش، تكلموا على مواطن وتكلموا على اللجوء، تكلموا على مؤسسات وتكلموا على سولنا جزائري مثلا على الولايات، قلنا له ولاية بوجدور قال لك ما كنعرفهاش، ولاية العيون ما عندناش، ولاية بوكراع ما كايناش. قلنا له هاد الولايات فين كاينين؟ قال لك كاينين في المناطق المحررة. عم ساخط الوالدين، راه دولتكم على جداوين. هاد المحررة شي نهار دخلوا فيها وهران وتيلمسان، وما راه داك الجنوب ديال الجزائر كله محرر، كلها مناطق محررة. كيفاش الله اعلم؟ سخوط الوالدين كاع حرر الجنوب ديال الجزائر، وقنع الشعب الجزائري بانه هو من حرر مناطق الجنوب، وقنع الشعب الجزائري بانه ضيف وصاحب ارض في جوج د البلايص، ضيف ومول الدار. كيفاش ضيف ومول الدار؟ شي واحد يشرحها. عرفتو كيفاش ضيف ومول الدار؟ دابا الضيف اللي جا عندك تقول ليه نوض غسل المواعن، الضيف اللي جا عندك تقول له نوض نتقداو، الضيف اللي جا عندك تقول له نوض طيب. لا، الضيف كيجلس معزز مكرم، انت تغسل المواعن وانت تطيب وانت تتكلف وانت تقاد وانت تصيب. يا ترى ويا ترى هذا الضيف يبقى على خاطره. هو هذا، هو الضيف عنده 3 ايام، هذا مسيني معاهم كونطرا ديال 300 عام. سخط الوالدين جالس بحال الضيف مفطح، طياره من عندهم، كومبلي من عندهم. عمرك شتي تبون لابس كومبلي بحال هذا؟ نتحداكم كاملين، عمركم شفتوا تبون حيد فيستا كحله؟ عطيني شي واحد يعطيني كومبلي تبون فيستا ماشي كحله. عطيونا شي واحد دابا يتحداني ويطلع لي تبون فيستا ماشي كحله. ولكن ملي غتدخل تيندوف، واش غتاخذ لا بيرميسيون من عند المستشار؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حللت اهلا وجئت سهلا. واش غتاخذ لا بيرميسيون من عند السلطات ديال الجزائر ام غتاخذها من عند بن بطوش ومن معاه؟ انا ما عرفتش المستشار واش متبع معنا القصه ولا ما متبعاش معنا. طلع المستشار، طلع الله يرضي عليك نديرو معاك استشاره قانونيه. طلع انا مزاوق، راه القضيه قضيه مستعصيه، راه ما بقينا فهمنا والو. الناس اصبحوا يقرون بان لا سياده لهم، على هاد الماء هذا اللي كيشرب. هاد الماء هذا زوين، هذا الماء انصحكم ان تشربوا هذه المياه الجميله. حيت ما عرفتش كاين الماء تما ولا لا فين كيشربوا سميتو، ما عرفتش والله ما عرفت. ولي هو تدوش بعدا بقى يشرب الماء. والله لا طلعتك، واخا تبقاي تكحلي تما في عينيك حتى غدا قدام الله. لا كاع وليت حافظكم، وليت عارفكم. سيري الله يعاوننا ويعاونك. طلع دايره لك ديك التصويره وكاتبه لك العنود، سمعتي السميه، وكتطلعها كتبدا عليكم كبيسو، كتبدا هي كتقول لك انت كبيسو وقول للناس ديالك يكبيسو. سيري الله يعاوننا ويعاونك، سيري ديري عقلك. خيا سير ربي يعينك. تحياتي لك، الله يعيننا جميعا على هذا المصاب الذي أصابنا، وعلى هذا الجار الذي سلط علينا.
اليوم نرى مغربي بما تحمل الكلمة من معنى. أنا ما عرفتش غير دوك اللي كيدافعوا عليه وكيقولوا بأنه قد ألم العياشة. أخويا لا ألم العياشة، علاش حيدتوا ليه اللايف؟ علاش مسحتوه ليه؟ مادام اللايفات ديالو تؤلم العياشة علاش مسحتوه ليه؟ إذا هنا الألم هو عندكم ليس عندنا، هو ماشي عند العياشة، الألم عند الكبرانات. هما راه مساخط الوالدين، طرا لي بحال داك النسر اللي جايب لفعه وهزها باقا حيه حطها لولادو في العش. انا ما عرفتش بانه يؤلم العياشه. واش نتوما بقينا فيكم حنا كعياشه؟ واش بق... او هنا انا كنعطي كريديت لراسي، كريديت بمعنى كنعطي نقاط لراسي. انا بعدا شخصيا كنقول رانا كنطلب وكنزاوق في عباد الله تاعيت، وكندخل اللايفات على اساس نطرح هذا الموضوع. واخا بعض الناس كنتقل عليهم، فهمتي، كتكون ثقيل على قلبهم لانك كتدخل لبنادم لللايف ديالو وكتفرض واحد الموضوع او كتهضر على واحد الموضوع وكتجر السياق للموضوع اللي انت بغيتي تهضر عليه. وفعلا كنشكر من هذا المنبر بزاف ديال الاخوان بما فيهم ابو طالب، بما فيهم عبدو الموريطاني، كذلك الياس الملكه. هادو كلهم لايفات اللي دخلت ليهم وقبلوا على بالي وخلوني نطرح هذا الموضوع، وطرحنا الموضوع. كان ما كان في منصة أبو طالب، ولكن كان ما كان كذلك في منصة إلياس الملكة. في منصة إلياس الملكة لحد الآن أنا أستغرب قسما بالله. أنا ما قادرش واحد يطلع وينتقد هاد خينا او يقول بان هاد الشيء اللي كيتقال راه غير حقيقي او غير صحيح، او يطلع ويقول لا احنا عندنا السياده. بالعكس كل شيء اللي كيطلعوا كيقولوا السياده في خصني نبدل هذا باش ندير السياده والقياده. كل شيء يقر بان هذا الرجل له السياده. كذلك الناس اللي كانوا شويه كيجونغليو قال لك هو ضيف، قال لك هو ضيف. شكون اللي كتب لي هنايا بلاتي؟ راه كيعجبوني بعض عزيز اخنوش، هذا داير الاسم ديال عزيز اخنوش، كتب الكلب. والكلب وفي، الكلب الا درتي فيه الخير كيعقل عليه، ولكن ولاد الحرام واخلاط الناس واخا تعيا ما دير فيهم الخير كيقرش في بوهم. تبارك الله على السي عزيز. اذا هنا فين غادي نناقشوا حاجه جديده، هي واش يقدروا العسكري كيقول لك اين تحدي نتاع القويره. تحدي نتاع القويره سيروا جمعوا لتوتو 5000 دولار او 5000 الاورو واجيو عندي، حيت انا عندي مجموعه اسباس. اوكي، جمعوا له 5000 الاورو، ولكن الا جمعتوا له 5000 الاورو وقيل انا نسمح ليه في التحدي يشريو ليه شي طوموبيل ما يبقاش يجبد. راه ولاو عنده بقاش تفضح السيد، سير بعد من توتو ما كاينش هنايا وجاي كتشرشم فيه عندي انا. سير في حالك، سير سير صاحبي، سير عطينا اتساع، سير الله يهديك. يعني احنا دابا شرحوا لنا غير السيادة المفقودة في جنوب الجزائر. علاش حتى واحد فيكم ما كيقدر يهضر ويقول الجزائر كلها سيادتها للجزائر؟ كلكم كتقولوا بأن السيادة في المخيمات هي ليس للجزائر.
وانا استغربت ملي قالها توتو، قلت وقيله توتو راه تجاوز يعني الخطوط الحمراء وغادي، فاذا بي انا اللي ما فاهمش. وراه نتوما ما عندكمش السياده على الجنوب، وان الدوله قائمه، الدوله ديال هاد خينا قائمه. السيد راه ما كيجيش وكيهز الطياره غير هكاك. السيد ماشي الاناقه والفيستات على الاشكال والصبيبطات وكيبان يعني واقف على تبون، ماشي غير هكاك، لم تأتي عبثية. من الحاكم الحقيقي والفعلي في الجزائر هو اللي سمعنا الأتباع ديالو في اللايف وقدام المغربي اللي هو ولد دماحة كيقولوا له وغشوف حنا راه ما عندناش الطابور. ملي كيقول هاد شوف وحنا ما عندناش الطابور، هاد الكلام لمن موجه؟ مع العلم ان حنا ما عندناش طابور في المغرب. ملي يولي صحراوي يهمز ويلمز على الجزائري، هنا رفعت الأقلام وجفت الصحف. مرحبا السي المستشار. واش تحياتي المستشار هذا؟ خويا كثير، تحياتي للاخوان والاخوات اللي معنا في اللايف. كبسوا الاخوان، كبسوا اننا نهضروا على هذا مسخوط الوالدين اللي طلع مرضي عند الكابرانات ومسخوط عند المغاربه. على اي حال، من الناس المحظوظين اللي جاد عليهم القدر باش انها تولي دوله داخل الجزائر، دوله عندها ثلاثه ديال الجمهوريات وثلاثه الرايات مختلفه. عندهم القبائل، عندهم جمهوريه البوليزاريو، وعندهم كتبون جمهوريه ما تسمى بالجزائر، اللي حد الان واش حسمات لفرنسا باش تخلي هذا الاسم ولا غتبدل هذا الاسم هذا في المستقبل، لان احنا مازال ما عرفناش شنو واقع. شفنا واحد الجنرالات تيحرقوا، والله اعلم الاخبار واش صحيحه ولا لا، ولكن غالبا اخبار صحيحه. رجعوا لهذا ورجعوا لهذاك اللي مشى تيدوز في تيورينا الواقع ديال مخيمات الدل، واللي تيوصفها انها ما عندهاش الطابور. وهذه خطير جدا، كيفاش مخيمات لا طرقان ولا مؤسسات ولا حتى شي حاجه، يعني كل شيء جالس على الارض وما عندهمش الطابور. ودوله تتسمي راسها انها هي مولات الشكاكر، وهي مولات النيف، وهي مولات كلش، وعندهم واحد الازمه ديال الطابورات. انا اللي حد الان المعادله ما غادي نلقاولهاش الحل اخويا ياسيري. الا كنتي غتلقى الحل هذا شكل اخر. دوله اللي تتسمي راسها انها هي النيف عندها الطابور، وواحد اللي تيتسمى انه طالب اللجوء عند الجزائر وحصل على دوله مع المرور الزمن انه يحصل على دوله. دونك واش نقدروا حتى حنا نديروا هذه القضيه هذه اننا ناسسوا شي دوله رابعه عاوتاني داخل الجزائر؟ ما فهمش انا هذه الدوله هذه اللي حد الان من المنطقه غادي نقدروا نناقشوها. صحفي اللي كان بكاي على المغرب، واللي كل مره تيديرها بحال الدري الصغير ويرجع تيبكي ويمشي يرغب سيادو باش يردوه، وتيقولوا له تيجي بالغياب ويرجع يرجعوه للاذاعه، حتى ولا واحد الصحفي اللي يضرب له الوزن عند الجزائر، عند النظام الجزائري. انا لحد الان المعادله ما لقيتلهاش الحل اخويا ياسر. الا عندك شي حل قولوا لي. لا راه هو سحبوا ليه بعدا واحد اللايف، حيدوه ليه اللايف اللي كنا درنا عليه، شديناه ودرنا التحليل ديالو، هضرنا وانه هو خارج هو واحد الرفيق وتيقول له انت شوف المخيم وشوف هنا، وهذه راه الجمهوريه الصحراويه والمؤسسات وتقريب المصلحه من المواطن. حيدوا له ذاك اللايف. انا شوف، هو الا بغينا نتكلموا على ذاك السيد، راه داير واحد الفيديو شفتو قال لك تم تكريمي وما عرفش، وباين غادي على طريق. واش شتي له رجلين بالله عوج؟ السيد راه ما مقمطش في صغرو، والله ما مقمط. يعني السيد راه عنده تفركه، عنده رجلين ديال الشينوا. يعني السيد ما دايش بهذيك المراحل ديال المغاربه اللي غيتولد ويتقمط باش العظام ديالو يتقادوا. السيد راه ما مقمطش، السيد راه خارج عوج من الديبار. يعني ما نستغربوا ليش الا شفناه تيخرج
مره تيقول لك تم استقبالي، ما فهمش الاستقبال، عييت ما نركز كيفاش هذا الاستقبال وفين غيجلس شفناه محيد الصباط كلشي بصباطه وهو داخل بالحفا. كيفاش كان هذا الاستقبال والله انا ما عرفتو بالله العظيم. يعني تم استقبالي ما لحد الان نطرح على ذاك السيد علامه استفهام. استقبال بالحفا راه باينه. انا ما دابا هي شنو هو الموضوع اخويا ياسير باش الا كان هذا القريد هذا بغى يطلع نطلع مع الليله ماشي مشكل، لان انا راه تيجيني انا والله الموضوع ماشي هذا. شوف، اولا اللي كنكتشفوا اليوم ان هذا حتى واحد ما يجرؤ على الانتقاد ديالو من الجزائريين، انها التربيه، كاينه تربيه وكانها تربيه عسكريه، ما يقدر حتى شي واحد يتجرأ على هذا الخير. وكذلك الصحفي اللي هضرنا عليه، الصحفي اللي هو الان انا ما عرفتش غير علاش حيدوا له اللايف. الا كان يزعج هذا الصحفي هذا اللي هما قالوا بانه الان ازعج العياشه، لانه ازعجنا، علاش مسحوا له اللايف؟ علاش حيدوا له اللايف من القناه ديالو؟ هذا هو السؤال اخي. انا غادي نشرح لك واحد القضيه. شوف، حنا بلاد ديال الشرفه، واللي تيبغي يعواج معنا تيقدم لنا احسن الخدمات من الخدمات. شوف، اولا انا نعطيك هنا واحد مجموعه ديال المكر اللي تيبغيو يديروه وتيرجع لنا بالربح الوافر. بغاو يمكروا مع نهضه بركان، عطاو نهضه بركان واحد الاشهار عالمي حتى صدقت المبيعات ديال التونيات ديال نهضه بركان ديباسات الخيال العلمي، ونهضه بركان ولات مشهوره اكثر من الرجاء واكثر من الوداد عن طريق الكبرانات. نعم. ثاني حاجه، كان النظام الكبراناتي تيدير المستحيل وما تيخليش مجموعه المنظمات باش يصوروا في هذه المخيمات ديال الدل، حتى جا هذا السيد هذا دوز لنا واحد الواقع مزري اللي يعتبر الورقه الرابحه للمغرب، باش انه يصور بهذيك التدقيق ويعطينا التفاصيل ديال الاحياء والتفاصيل ديال الديور والتفاصيل ديال الشراجم والتفاصيل ديال جميع المؤسسات اللي هما تعتبروها مؤسسات داخل دولة الوهم داخل الجزائر. يعني هاد الناس هادو فيما تيمكروا ومكروا ومكر الله، يعني فيما جا شي مكر الا وتيتنقلب لواحد النجاح، لواحد الانتصار للمغرب. ثاني حاجه، الا شفنا الجزائر كيفاش انها بغات تتعامل مع الخريطه اللي كانت تقول ان هذه الخريطه ان الجزائر غير طرف معني، وانه يعني بعيد على هذه القضيه، وان هذه المساله في الامم المتحده حتى ناضوا بينوا للعالم انه طرف حقيقي، اللي كان عمر هلال بالتحركات ديالو بالتصاور ديالو وبالادله ديالو. ورغم ذلك كانوا الجزائريين تيتنصلوا من هذيك الحقائق، حتى جاء اعتراف باللسان ديالهم انهم رفضوا لنادي رياضي باش يلعب واحد الخريطه اللي تيعتبروا راسهم انهم غير طرف فيها. ها واحد اخر، شوف المكر اللي كيديروا. ثاني حاجه، كانوا تيقولوا اننا ما عمر الجزائر دخلت باش انها تقسم، وان المغرب هو اللي عنده هذا الفكر التوسعي وكذا وكذا، حتى جات مكتب او كتيب في المنطقه رانا بحقا ما نديروا واحد المكتب اللي اسمه جمهوريه الريح. وبالتالي المغرب وظف هذاك الخرجات ديالو، وظف كاع جميع الصور اللي تدار من الداخل، وظف هذاك الدعم ديال بعض المؤسسات الجزائريه بان هذه الجزائر هذه الشغل الشاغل ديالها هو تقسيم المغرب. دونك حنا جميع الدلائل والقرائن تتبين على ان الجزائر راه هي الطرف الاول في تقسيم المغرب. ولكن الا جينا نشوفوا هذه القضيه هذه تنبقاو دائما هذاك المكر اللي تيديروا لنا تينقلب عليهم. ها هي تكونت لهم دوله التندفع عندهم، ها هي خرجت لهم القبائل، هذاك الشيء كاع اللي بغاو يديروه ما تدخلش فيه المغرب الى يومنا هذا. المغرب ما عنده ولو اثر بسيط جدا يثبت على ان المغرب تيدخل في الشؤون الداخليه ديال الجزائر او في قرارات الداخليه ديال الجزائر، وحتى في قرارات القبائل علاش خرجوا، علاش ناضوا تيطالبوا بالجمهوريه. يعني حتى ما الاخوان كتبوه هنا حفصر، حتى هذا الامور اللي خرج اللي قبل عليها حفصر لم يثبت على ان المغرب عنده شي اتصال لا من قريب ولا من بعيد مع حفصر.
دونك هذاك الشيء اللي كانوا تيقلبوا عليه واللي كانوا انهم كما تنقولوا حنا يمولوه باش انهم يقسموا المغرب، انقلب السحر على الساحر. وبالتالي حنا فاش تنقولوا هذه البلاد بلاد الشرفه والله ما تنحركوا الساكن وما خسرنا عليها الريال الابيض باش. وهذاك الشيء كل قول الجزائر هذا الشيء اللي توقع لهم يخسروا عليه الجوف ديالهم، المليارات يخسروا عليهم والله حتى يخسروها. لو كان هم يقدروا يقنعوا حفتر باش يدير شي محاوله ضد المغرب والله حتى يمولوه اضعاف مضاعفه هذاك الشيء اللي عند حفتر. فبالتالي حنا تنطرحوا التساؤل، لماذا سحر الكبرانات ينقلب عليهم؟ ما هو السبب؟ وشكون اللي خلى هذا الشيء كله ينقلب على الكبرانات اللي تعتبروا راسهم انهم محايدين وتدعموا الاستقلال ديال الدول؟ وكيفاش هذا الشيء كامل اللي كانوا تيقولوه واش كانوا تيخدموا المغرب وحنا ما عايقينش؟ دابا انا وليت نتساءل والله ما عرفت نناقش شي الجزائري تنبغي نناقشو. شوف اخر ما كاين، شوف اخويا ياسر ورا ناقشتها مع الاخوان الصباح، اخر ما كاين ان المغرب اصبح يعني عنده واحد العامل اساسي داخل سوناتراك. واش فراسك هذه ولا ما فراسكش؟ المغرب ولا القلب النابض ديال سوناتراك، اسهم فرنسيه مشريه باموال مغربيه اماراتيه من فرنسا وداخل سوناتراك. يعني حتى المجموعه البنكيه ديال البنوك العامه ديال فرنسا ان المغرب ولا شد الاسهم اللي كانت شاريها هذه البنوك هذه من سوناتراك، ولا المغرب هو المتحكم فيها. وحنا تنقولوا للجزائر راه حنا داخلين نصلحوا الاقتصاد ديالكم، علاش تقولوا حقها الكريديات وكذا وكذا ومساخط الوالدين؟ والمغاربه الا كان دار المغربي شي كريدي باش يشري مؤسسات جزائريه، هذا راه هذا غطرحوا فيه تساؤل ان المغرب ولا تيتحمل ولا تياخذ واحد الضمانات باش يصلح الاقتصاد الجزائري. واش فراسك اخويا ياسر ان فرنسا يعني شوف التقرير ديالها تيقول لك ان الاقتصاد الجزائري يعني هذيك المجاعه اللي ربما غطرت قنبله موقوته، باش نكونوا واضحين هناك قنبله موقوته داخل الجزائر اللي هي المجاعه، اللي فرنسا المغرب تيقول المجتمع الدولي خصكم وهي في اشاره الى فرنسا في خطاب الى فرنسا خصكم تحملوا المسؤوليه، لان ما مقبل عليه الجزائر الان راه هي واحد الكارثه انسانيه. وبالتالي المغرب خدا لو غولي فرنسا والله ما تقدر. يعني الوضع الداخلي ديال شمال افريقيا بما فيها تونس وليبيا، المغرب عنده درايه بحكم انه توغل في افريقيا وقدم خدمات وصوفا بزاف ديال الناس في هذه الامور هذه. الان تنقول انا نبردع بصبع الجزائري، بغيتي ولا كرهتي المغرب هو اللي غادي يقدر انه يخلق لك واحد الميكانيزم الداخل ديالك. وكي غنديروا لها دابا انا بغيت نقنع الجزائري تقول ان المغرب غارق في الكريدي كذا كذا، وراه سمعت واحد شويه ديال النقاش ديالكم مع هذاك كويدر، وكون دخل لك واحد التسجيل كيفاش تيهضر هذاك قادر على الترسانه العسكريه الجزائريه تيهضر عليها وسمعتيه ملي قال لك لا سياده لنا على المخيمات. دابا المشكل ديالو حنا تنقولوا خليو المخيمات. ثلاثه هاد البنود عندكم في اتفاقيات ايفان استغفر الله ايفيان ثلاث اتفاقيات في ايفيان اللي تتخول اللي الان عطات من واحد البند تما اللي عطى الامارات يعني تخويل باش يشري الاسهم الكبرى ديال سوناتراك من فرنسا. وبحال تنهضروا على الامارات راه تنهضروا على واحد العمل جماعي جبار اللي داخل فيه المايسترو المغربي فيه. كي غنديروا ان هاد الناس نقنعوهم رغم المكر ديالكم؟ تتبقى قضيه اليد الممدوده قضيه فعاله فيها واحد الدراسه استراتيجيه، ما فيهاش التقيه وما فيهاش واحد لغه الخشب وما فيهاش هذوك خوتنا وخاوه لا، فيها دراسه استراتيجيه. اليد الممدوده اللي قالها سيدنا قالها بواحد المنطق ان الجزائر ايله للسقوط. ونزيدك واحد القضيه ان المغرب تيدخل في نقاش مباشر مع فرنسا. اي كارثه انسانيه خص فرنسا تحمل المسؤوليه ديالها داخل الجزائر. احنا تنعرفوا في اطار المجاعه التي اقبلت واللي هي على ابواب الجزائر ان المغرب غادي يولي طرف فيها، لان الجزائريين الا وصلت واحد الكارثه واحد الصراع على السلطه داخل الجنرالات اللي تنشوفوا شي تيحرق شي تيموت
ديالو غادي يولي داخل المجتمع الجزائري. ولا وقع الجيش في واحد الصراع على السلطه، بمعنى المدنيين خصو يهزوا قشاوشهم يمشيو بحالهم، يعني القرطاس غينوض، يعني كارثه انسانيه غتنوض زائد الكارثه هذا. دونك المغرب ولا تيدير ناقوس الخطر على فرنسا. الخطاب التالي ديال كدبون خطاب خطير جدا، راه ماشي تافه، راه عنده قراءه استراتيجيه. هذاك السيد راه تعطات ليه املاءات، وخص الشعب الجزائري يعطي الضوء الاخضر ديال كدبون باش انه يرازي مجموعه عسكريه عنده تما خصها تمشي. وهذه المجموعه هذه لان هي اللي غتقدر تخلي فرنسا انه يغير النظام الجديد الجزائري. بدون هذوك الناس اللي ما مشاوش ما يمكنش فرنسا انها تغير الخريطه ديال السياسه الجزائريه. وهنا اللي غنقولوا هذا الصحفي دابا اللي المنوضين وتيمشي ويجي، في نظرك اخويا ياسير واش ماشي خدمه المغرب؟ راه يعني بغينا ولا كرهنا هذا السيد راه معانا. راه فاش نشوفوا غادي المده، شوف الكبرانات منعوا جميع المؤسسات او ديال الجمعيات الاوروبيه والعالميه باش تدخل المخيمات تيندوف. جا هذا وعطانا فيديو، وماشي فيديوهات بالتدقيق وبالشرح داخل يعني من داخل. وفكر معايا هذه القضيه هذه. الهدف التالي غتلقى الجزائريين تابعين وبغوا يقتلوه. عقل عليها في هذه القضيه هذه. الا ما ناضوش سياسيين جزائريين معارضين تيطالبوا بالراس ديال هذا لانه خدم المجتمع الدولي باش يبين الحقيقه ديال مخيمات الدل، انا بالنسبه لي فاش نشوف الفيديو ولا تنقولوا شهاده بصح انه ضدنا، انا تنطرح التساؤل واش هذا ضدنا بالضبط؟ ما يمكنش، من المستحيلات. رجعوا شويه للورا الاخوان، رجعوا شحال من جمعيه طالبات باش تدخل لداخل دير تصوير ومنعوها. وشوفوا الجمعيات اللي كانت تخرج بتقارير ضد المغرب عمرها دخلات وكانت تقول لك حنا مشينا. شوف انا حضرت الفيديوهات في واحد لونفي كان في فرنسا في غين بالضبط، جابوا لنا مونتاج ديال بعض الناس ميته وشي يعني شي ميت شي طاير ليه الراس ديالو، وداروا واحد المونتاج وبغى يثبتوه انه في المخيمات. وهذيك الجمعيه تقول لك ودي درنا هذا التقرير ولقينا فعلا ناس تيوقع اغتيال ديالها، وكاين الجيش المغربي كانه تيدخل في بغته وتيدير مذابح جماعيه داخل هذا. كانوا عند صحراوه فين راهم ولا سيدي هو وصاحبه تيدوروا، ما كاينينش الناس، ما كاينينش. زيد ما ضربتوش على واحد طوموبيل اسبانيا لداخل تما؟ يعني وريونا هذوك الناس اللي كنتو تديروا لنا بالعرام وفي هذا بين عشيه هذا تيدور ما كاين حتى شي واحد. يعني هي هذا. وبالتالي كيفاش هذاك الاحصاء كاين واحد العدد كبير ديال الصحراويين، فين هذاك العدد الكبير ما شفناهمش؟ حشمتيو. دونك راه كاينه شي حاجه، كاين شي حاجه مطبوخه. هذا السيد هذا بغينا شبه فارغه، يعني شبه فارغه. لا رجعتيو الفيديوهات اللي كانوا تيدوزوا شي جمعيات اللي كانوا مشريين كانت كوارث، اقسم بالله العظيم. مش ان الجزائر اصبحت تقوم بافراغ المخيمات؟ يعني الا خفات غير الحراسه على المخيمات راه غيتم الاخلاء ديالها. انا تنقول لك واحد القضيه خويا ياسير، مع تسريب ديال بعض الوثائق السريه اللي تعطات للمغرب في اطار ان تندوف هي اراضي مغربيه وان الناس ديال تندوف الاصليين هم مغاربه ويطالبون بالتمغربيه ديالهم، هذا كلام خطير جدا. هذا نقاش اخر ربما نرجعوا ليه، لان الا رجعنا هي واحد 3 شهور الاولى كانوا تيقولوا لهم ودي اللي جاي يمشي دوله خصها تعنقوا. وكان واحد النقاش مع موريتانيا، عندنا موريتانيا خصها تهز ولادها تديهم اللي تجنسوا بجنسيات ديال البوليزاريو، اللي كانوا واحد الايامات وقالوا لهم هادو موريتانيين. والمغرب كان عنده ارشيف وكانت عنده واحد دلائل تثبت على بعض الذي يعتبر نفسه انهم البوليزاريو هو موريتاني في الاصل. وموريتانيا تحملت واحد الجزء. ثاني حاجه الافارقه اللي كانت جمعاتهم الجزائر من بعد ذهاب القذافي، واللي المغرب قال لهم ودي هادوك ليسوا بالناس ديال تندوف، وهذوك الناس ان جيء بهم
من افريقيا، وهذوك الناس البقايا اللي كانت خلى القذافي ان استقبلتهم الكبرانات ودخلوهم في وسط البوليزاريو على اساس انهم يديروا حركات كبابيه ضد المغرب. هذه الامور هذه راه مازال في عنق الجزائريين. الجزائر ما قدرش انها تهرب من هذه القضيه هذه. الجزائر خصها تحمل دابا المسؤوليه ديالها وتبلع، يا غادي تجنسهم لعندها يا غتلقى فيهم شي حل من الحلول. ودونك الا بغينا نديروا واحد الاسقاط على هذاك الشيء اللي صورنا هذا وما بقى حتى شي واحد في تندوف، ربما نقول لك ودي ان الجزائر بدات انها تتصفت الافارقه بحالهم وتدير الاخلاء والاجلاء ديال هذوك الناس، لانها ولات امام المحاسبه. اقسم بالله العظيم ان الجزائر اصبحت امام المحاسبه في كل الجرائم وفي كل المناورات اللي كانت تديرهم ضد المغرب هذه اكثر من 45 سنه، وجاء يوم العقاب والحساب اللي خص الجزائر تعطي هاد 47 سنه اللي تتقول على انها ليس طرفا، وكل القرائن والدلائل تثبت على ان الجزائر هو الطرف الاساسي. وهذا ينطبق مع جميع القرائن اللي كانت يقدموا المغرب من مجلس الامم المتحده على ان الجزائر هي السبب الوحيد والاوحد في هذه المشاكل اللي مازال الان الجزائر خصها انها تلقى الحل الاخير ما تبقى من الافارقه داخل الاراضي ديال تندوف. تحياتي منهم. واخا خليك معنا المستشار نشوفوا الا رسول الله. نشوفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. احتراماتنا الإخوة. يا أخي أنا عجبتني القضية تاع سوناتراك. أنا نعرف واحد الحليب كي كنت في المغرب كنت نشربه كيسموه سنترال. بالك أخينا المستشار غالط بين سنترال وسوناتراك. يمكن لأن سوناتراك شركة جزائرية ديجا، جزائرية الصنع وجزائرية الأصل، وخصك تعرف ما معنى سوناتراك اولتها. باش تقول سوناتراك تساهم فيها المغرب وتساهم فيها دولة اخرى. هي حقيقة كاين عامل مشترك بين فرنسا وسوناتراك في ارض الجزائر. عندها ان بورسونتاج معين، يعني تحت 50% كأي مستثمر أجنبي. أنا نجي نستثمر عندك في المغرب ما يعطيونيش أكثر من 50%، يعطيوني 45% ولا 40% وما تبقى للدولة. هذه وحده. يمكن راك غالط بين سونترال هذاك الحليب اللي عندكم تما اسمه سونترال وبين شركة سوناتراك اللي تصدر الغاز والمواد المحروقة. هذه أولتها. ثانيتها يا أخي تتكلم عن الجزائر بحقد وكأنه مانيش عارف إلى متى. يعني راك فاهم إلى يعني أين هو الحل؟ إلى عندك حل أتينا بحل. كي تكون كي تبغي تهضر على الجزائر هضر بحل. احنا المغرب احنا نقولوا اخواننا وما لا الا رسول الله. وحنا ما السلام عليكم. لا الا رسول الله. صبر وما تدوش دي زانفورماسيون خايبين. ما قطعتكش الله يرضى عليك. سوناتراك اي سوسيتي فرانسيز. لو سيرين و لو سيريت سون ان فرانس. ها هما ها ما قطعتكش. زيدي تحقي معلوماتك. زيدي تحقي غايه معلوماتك. سون ان فرانس. حقي بركه من معلوماتك. الخرطي. بركه من الخرطي. لا جمانة خلينا دابا هو. لا شوف الا رسول الله. دابا الكلام ديالك جميل جدا ولكن طريقة النقاش فيها نوع من الطنز. لا كان لك باسكو كيف تسمع الطنز. دابا هو المستشار غير بلاتي اسمح لي انا غير في اطار تنظيمي ولك الكلمة. دابا انت اللي استعملتي اسلوب ديال الطنز. هو المستشار لما تكلم ما تنصش. انت استعملتي اسلوب ديال الطنز ديال سوناتراك سونترال. المهم كمل الكلمة ديالك ومن بعد جمانة غترد عليك. كمل. معليش انا قلت بالك راه مخلط باسكو يجي يهضر على سوناتراك. جدودنا يسمعوا بها سوناتراك. اوكي هذه من جهه ثانيه يا اختي باش تكبي ميها بارده على صدرك وعلى قلبك. الجزائريين انتم المشكل انكم لا تفرقون بين النظام السابق والنظام الحالي وما زال تهضروا على نظام الكبرانات ونظام العصابه ونظام بوتفليقه ونظام الخيان. هذاك العهد انتهى. انتم بالعكس اللي بوتفليقه قال لكم. بوتفليقه هو اللي غلق الحدود في سنه 1994. بون غلقها اللي قبل بوتفليقه اليمين زروال. وبعد بوتفليقه واش قال لهم كي ذكروا له مساله فتح الحدود قال لهم واش نستورد من المغرب. قال لهم نجيب قش بخته وفناجيل مريم. هذاك
تهضروا عليه باحسان. وهذا هذا المسكين انسان نيه، واللي في لسانه في قلبه في لسانه، واللي هضره ما هذا مسكين ما دعم بوليزاريو بسلاح، ما مد لها دراهم، ما مد لها سلاح، وقال لهم قتلوا خوتكم المغاربه. بالعكس بوتفليقه ساعدهم. علاش ما هضرتوش عليه؟ علاش في وقت مضى ما هضرتوش هذه الهضره؟ يعني جاء انسان مسالم مصالح. هذا الشوماج لولاده، مازال دوله عربيه ما عندها الشوماج لولاده. اسكو يخلصوكم الشوماج في المغرب؟ انا عشتها 8 سنين. السوناتراك واخا انا الموضوع ديالي ماشي هو السوناتراك، انا على القيمه ديال الجزائر، وتكرفص على الهيبه ديال الجزائر، وتكرفص على السياده ديال الجزائر. ولحد الان ولا واحد فيكم قدر يهضر او قدر يقول بان هذا السيد هذا قد تعدى. بالعكس انكم كتقولوا هذا راه يؤلم العياشه. انا ما فهمتش كيف يؤلم العياشه. مثلا هذا الشخص هذا اللي هنايا دخل من الجزائر ومن السونتر ديال الجزائر، من عندكم ومن بلادكم، يتكلم عن الدوله الصحراويه. يعني واش نتوما عندكم دوله صحراويه وسط الجزائر؟ هناك من قال منكم بان لا سياده للجزائر على المخيمات. هذا الشيء هو اللي خصكم تناقشوا معايا. انا الموضوع ديالي ليس هو السوناتراك. لا سياده عنده صح، هي السياده تحت سياده الامم المتحده. واش هو ما عندوش سياده؟ تقرير المصير داخل الجزائر. ياسير خويا غادي نكمل معايا. شديت انا مخيمات في الجزائر، السياده الامم المتحده. مخيمات في الجزائر، كل مخيمات على مستوى العالم لا سلطه لها غير الامم المتحده. فين هي الامم المتحده؟ احنا ما شفناهاش، ما بين لنا الامم. واش عندكم الامم المتحده داخل الجزائر؟ تحت سيطره المنظمات. احنا يعني خطات راسنا. المنظمات هي اللي تحمل مسؤوليه تاع اللاجئين هذو، المنظمه الافريقيه يعني والمنظمه الدوليه داخل الجزائر. حتى محمد السادس عنده من عام لعام ينفستي لا حتى المغرب عنده انفستيسمون في هذا في المخيمات بوليزاريو. كل عام يحط شويه دراهم في الصندوق تاع اللاجئين. لا احنا ما عندناش مخيمات. راني نقول لك كاين انفستيسمون، كاين انفستي واش من عام لعام ينفستي. عندكم السياده على المخيمات ام لا؟ مخيمات الارض السياده بصح ميل كيف نقولوا بالفرنسي تحمل مسؤوليه المخيمات، مسؤوليه امن المخيمات الامم المتحده. يعني ماشي نتوما الجزائريين اللي مكلفين بهذوك المخيمات؟ الارض تاعنا المخيمات الامم المتحده هي متكفله بالاكل والشرب والامن. الامن خارج. واش متاكد من هذه الهضره؟ الامن خارج المخيمات. الامن هو بلاتي خليو هذا السيد يكمل. خليو هذا السيد. واش متاكد من هذه الهضره اللي كتقول بان راه المخيمات داخل الجزائر لا سلطه للجزائر عليها؟ يا ودي تحت حمايه الامم المتحده، ما قلتلكش لا سلطه. بالتنسيق يعني مع الدوله الجزائريه، بالتنسيق داخل الجزائر للامم المتحده، بالتنسيق مع المنظمات الدوليه للاجئين والمنظمه الافريقيه للاجئين التي يساهم فيها حتى المغرب، صندوق اللاجئين. ياسير المغرب من عام يسير هاك مخيم سمارة الاولى. سمعي يا اختي، سمعي. اعطي واحد الدقيقه الله يفتح عليكم الوالدين. واحد دقيقه هذا ما كان غير باش كما قال لك حسن القول. الله يرضي عليك. انا كي قلت لك سكنت في المغرب. شو قرا لي كونطرا دي ميسيون شو كنت نخدم انا في المغرب. اقرا يا الاخت. انيكس دو كونطرا دي ميسيون مسيو ماتوق محمد. هذه وين اختي؟ هذه وين؟ قراي. ولكن هذا شنو كيعني؟ هذا شنو كيعني هذا الا رسول؟ شوفي اختي، رونديفو في الرباط. هذه الرباط نو وي، ولكن هذا ما اجي. اسمعي يا اختي الفاضله، اسمعي. الله يرضى عليك. ما حدنا كنهضروا. معليش هذه كونطرا دو ميسيون نو. واخا جبد لي شنو كونطرا دو ميسيون افيك ان نيميرو. خديا يا اختي ما تهربينيش من الموضوع. الله يفتح عليك.
اسمعني معليش خليوني في الموضوع ديال المخيمات باش نفهم، لان هذا السيد لا هذا الله باش ما يرضي عليك. نهربوش من الموضوع. خليوني نعطيكم الموضوع بلاتي. هو العماله هو ابني ملال، الله يرضي عليك. تفضل. هذا السيد هذا اللي قدامي انا دخل عندكم للجزائر ويتكلم عن الدولة الصحراوية من داخل الجزائر، ويقول إن الدولة الصحراوية لها سيادة داخل الجزائر ولها مؤسسات داخل الجزائر وتقرب المؤسسات. سمعتها اعطينا نكمل لك اعطينا فيديو اعطينا دليل باللي قال. نكمل لك الدليل حتى الله يهديك. طيب الله يهديك، واش كتكذب هذا الشيء باقي فري؟ راه السيد باقي في الجزائر، تبعوا. اش من دليل غنعطي؟ اش من دليل اصاحبي؟ وقول لي دليل على شي حاجه قديمه. هذا باقي، هذا الشيء اللي كنقول لك باقي كيدير فيه دابا، باقي خدام فيه دابا في هذه الوقيته اللي كندوي. اش من دليل غنقول لك؟ انت كتقول لي دليل بحال كنهضر لك على شي حاجه قديمه. نو، هذا الشيء باقي كاين دابا كاين. قال لك ان في داخل الجزائر عندهم السيارات ديالهم بالترقيم ديالهم الخاص، ليس بترقيم جزائري. انت كتقول لي منظمه اللاجئين بالترقيم الاراضي المحرره، بالترقيم اراضيهم المحرره. وهذا اللي نتفرج لي لايف تاعو راه يدير لي لايف من مناطق المحرره، راه يدير لي لايف من مناطق المحرره. نتفرج لي لايف تاعو. واش مخيم السماره اراضي محرره؟ كاين مخيمات في الاراضي المحرره كاين. لا غبلت، انا كنسولك جاوبني. هو ضمن الاراضي المحرره، اراضي محرره من قبل المغرب، عند كيف يقولوا المنطقه العزيزه. مخيم عندي واحد السؤال اخويا ياسر، سؤال ونسكت. مخيم السماره ديالكم، الارض ديالكم الجزائر صاحبي. شوف انا عندي سؤال للسيد هذا. كاين بزاف مخيمات، كاين مخيمات حتى في موريتانيا، ومخيم السماره، كاين مخيمات في موريتانيا. وماش من اراضي محرره. واش بغيت تعطينا ارضك، بغيت تعطينا الجزائر، بغيت تعطيها لينا صاحبي؟ ولا نولي اراضي محرره. قريت الخريطه. بلاتي تايجر الله يرضي عليك، الا ما غي هدنت شويه. تفضل الجزائري تفضل. ياسر كي راك داير؟ راسك بخير؟ الحمد لله. مالك ياسر ما تعصب؟ غير بشويه ضرب شويه ما تشرب. نعطيك نقطه برك تزيد. رانا كنجي من جهتك يا تايجر، انا جيت من جهتك. انت دابا درتي خطا. على بالي. ياسر اسمح لي، هذه جوناما دخلت لي مارشي هنا في كندا، دخلت لي مارشي وليت لها. هذه شكون قال لك الجزائر؟ شكون اللي قال لك راه جزائريه هذه اللي كتقول معاك سير كطعن فيها؟ هي حافظه، وهي حافظه الجزائر زنقه حافظه لي كونطرا، عندها الوراق، عندها كل شيء. شكون اللي قال لك ماشي جزائريه وانت عمرك كتشلك؟ وانت صلي على النبي يا صاحبي. اللهم صل على انا اسمح لي دقيقه مستشار، اسمح لي دقيقه. انا الانسان الضعيف هذا جوناما درت لها كاميرا. اسمح لي، هذا راه كوا دايره ياسر، درت لها كاميرا راه ما يسكتلكش. اسمع السؤال. جوناما درت لها. ملي قال لي راه حصد الزرع في الصحراء، يسمع نقول ليه اسمع السؤال، يسمع السؤال مزيان. في هذا السيد اللي مور ياسر هذا اللي مور، تقدر تعطينا شكون هو بالضبط باش نعرفوا واش راك انت فاهم ولا هي مبرزطنا؟ هذا السيد اللي مور ياسر واش عارفه؟ عرفتي هذا شكون هو؟ تايجر رضا الليلي كان صحفي مغربي تما هضر عليه. هلا عطينا شنو كان تيدير والاخطاء اللي كان تيدير. هذا الجزائري اللي جاوبك ماشي تايجر راه ساكت. الجزائري دابا شكون اللي غيجاوب؟ واش تايجر هاجو نخليو الجزائري دابا. شوف تيجر ولد بلادي. لا نعطيك غير نقطه تزيري نقطه برك ونهود. نقطه ونهود. اسمع خويا، اسمع قبل ما تناقش موضوع ياك تيجر تراك ولد بلادي وفوق راسي وعينيا. لك تكون ملم بالموضوع، اولا تكون عندك درايه بالقانون الدولي الانساني، وضعيه اللاجئين، الوضعيه القانونيه، من هي الهيئات الاغاثيه الدوليه المكلفه بشؤون اللاجئين ولا النازحين. لك تكون تعرف هاد السؤال. دروك انت ياسر راه ما تخافش، انا عندي والله ما نخدعوا. الا عرفتو ما عارفش انا عندي الجزائري والله ما نخدعوا بالله. لا نورمال ما تخدع القضيه. راه شوف حنا رانا غير في مجرد تيك توكيين كما يقول لك. غادي مجرد انت ما عندك قرار في يدك وانا ما عندي قرار في يدي، والقضيه الصحراويه راه في الامم المتحده. ما انت
تقدر عليها ما انا نقدر عليها. خلي الامم المتحده اللي تدبر راسها. كاين دبلوماسيين عندكم دبلوماسيين عنه، كل واحد يضرب على قراضه. حنا انت راك تطرح له واحد الاسئله، السياده ما السياده. ياسر ممكن تعطيني مظاهر السياده في الدوله؟ نعم. تعطيني مظاهر السياده في الدوله باش نعرفوا دوله سيده، باش نعرفوا باللي دوله سيده عندها سياده، لا سوفرانتي. هي تكون تمارس السياده على اراضيها. كيف تمارسها؟ هي بلاتي تزيري الله يخليك. المستشار راني نهضر معاه، انني ضيف عندي ياسر خويا ونعرف. لا ضيف نتايا وصاحبك ضيف نتايا حاطين لك الكاب غزال. اسمع مزيان المستشار، نعرف انا ياسر نتناقش مع ياسر موالف القانون. ودابا راك انت في قاس مغربي الله يرضي عليك الجزائري. بصح نعرف ياسر هو طلع لي هو ياسر راه ياسر والمستشار ولا الجمهور والمغربي. شوف ما عندكمش ثقه في ياسر، وكياسر راه ما شاء الله ما كاينش لا ماشي قضيه ما عندناش ثقه. هذا مناور. هذا شوف المحاورات الجزائري انت مناور. انا باغي يسمع مناور وعندك التقنيه. الاسئله خليه يكمل مع ياسر، يطرح عليه الاسئله. هو ما واش في مغالطات، راه يطرح في اسئله. اسمع الجزائري، يسمع يقول لي راك دير في التقنيه. اسمع لي يناسبك انا امبوسيبل السيد هذا. اسمع لي الجزائري دابا حنا معك اخي، انا ارفض، عندي حق باش نرفض الكلام والنقاش معك انت مستشار ولا مع اي واحد. اولا الجزائري انا طلعت عند ياسر منصه ياسر. السلام عليكم ياسر. اولا نزل الله يسهل عليك صافي نزل. لا ما عادي ياسر طلع عينا. لا ما تدخلونا في الاصوات الله يخليك. قاد زيري بلاتي اش قلتي يا جمانه؟ طلع اخويا هذه. طلع شكون؟ خليك معايا الجزائري. بلاتي قلتي لي يا جمانه؟ طلع هادي، طلعت التصويره، طلعني انايا زعما قال كبرها. اسمع الجزائري شوف. اوكي فوالا نقاش واحده الاخوان الله يخليكم. بيان السياده هذه هي ياك، هذه اون كارت ديدونتيتي ديال الوحده في الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه. شفتيها؟ ولكن ما عرفتيش شكون اللي كيصدر هاد البطائق هادو يا جماعه. انا غادي نوريكم اين مزداده هاد لاله حمادي، تاريخ الازدياد واين مزداده وتمرست. وهذا يتناقض. شوف مظاهر السياده دابا. حتى ياسر راه في الولايات المتحده الامريكيه ولادها مغاربه زايدين في الولايات المتحده الامريكيه عادي نورمال. تمرست سياده ولا ماشي سياده؟ في الاردن حتى فلسطينيين في الاردن لاجئين عندهم فلسطينيين زايدين في الاردن. اسمع لو هما اردنيين يعني اسمع هي كامله اسمع يا تمرست. وراه المشكل يا الاخت. كاين اكراد وكاين نور وكاين قرباط. انا كنت نستقبلهم في المغرب يجيو بجوازات سفر تاع سوريا. اوكي وي اسمعي لي يا اختي، وهما لا ينتمون لسوريا لان بشار الاسد يبغى يتهنى منهم. واحد الحاجه واحده اخرى. اسمعي لي الله يفتح عليك. اسمعي لي لمن ينتمي. معليش تنتمي للجزائر. دونك عندكم جوج ديال لي كارت ناسيونال. واش عندكم جوج على تلك نزيد اشرفي. اسمع راه كاين تشويش في النقاش. بلاتي شوف اسمعوني ياسر نظم الحوار. راه بلاتي الجزيري ما بلاتي صبر. راه كاين تشويش من ولاد بلادي. تشويش كدوي مراه خليوها تكمل. ردوا ماشي مشكل. نسدوا ليها المايك وندوزوا لشخص اخر. روح راني معك. روح. انا غنسول دابا قلتوا لي تمراست جزائريه. دونك عندكم جوج ديال لي كارت ناسيونال. عندكم جوج ديال لي كارت ناسيونال. عندكم وحده جزائريه ووحده ديال الجمهوريه الصحراويه العربيه الديمقراطيه. لا ما تفرقيش بين لاجئ، بين انسان لاجئ. واش لاجئ عنده كارت ناسيونال؟ سي با اون كارت ناسيونال الجيريان. سي اون كارت ناسيونال.